يعتقد المستشار أولاف شولتس سبيد أنه من الممكن إجراء تحسينات ملموسة في حماية المرأة من العنف، وكتب على فيسبوك بعد زيارة المجلس السياسي للمرأة في براندنبورغ في بوتسدام أمس: أنا متأكد من أننا سنكون قادرون على إجراء تحسينات في هذه المجالات إذا وصلنا العمل معا بشأن هذه القضايا المهمة. الحماية الأفضل للنساء من العنف، والحاجة المرتبطة بذلك إلى إنشاء المزيد من الملاجئ للنساء، والفقر في سن الشيخوخة، والذي غالبا ما يؤثر على النساء بشكل خاص، والاحتياجات الخاصة بصحة المرأة. تحدثنا عن ذلك بعد 30 عام من الجريمة. شرطة هامبورغ تتعرف على قاتل صاحب متجر للزهور في محطة القطارات الرئيسية. تمكنت شرطة هامبورغ من التعرف على الجاني الذي ارتكب جريمة قتل صاحب متجر الزهور الشهير بمحطة القطارات قبل 30 عاما، حيث وقعت الجريمة في حي هورن في 13 مارس عام 1993، عندما عاد مالك المتجر إلى منزله وتم قتله على يد الجاني. بعد عقود من البحث والتحريات، تم اكتشاف مكان الجاني الذي يقيم في بريطانيا منذ 25 عاما، وذلك بفضل التحليل الحمض النووي. تم اعتقاله هناك، ومن المتوقع تسليمه إلى شرطة هامبورغ لمتابعة الإجراءات القانونية. رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يدعو إلى منح الجنسية فقط بحال الاعتراف بإسرائيل. طالب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس بألا يتم تجنيس الأشخاص في ألمانيا في المستقبل إلا إذا اعترفوا بحق إسرائيل في الوجود. وقال زعيم المعارضة في ZDF: يجب وقف التجنس السريع. الاتحاد، خلافا لحكومة أولاف شولتس، يريد التكامل أولا ثم التجنيس، ويجب أن تتضمن الشروط المسبقة اتفاقا حازما على الالتزام بأمن إسرائيل، وهو في نهاية المطاف سبب وجود للدولة الألمانية. وأضاف ميرز: أي شخص لا يوقع على هذا ليس له مكان في ألمانيا. يوم السبت، طرح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في يوم المانيا الذي نظمه اتحاد الشباب أن الجمعيات الإسلامية يمكن أن تكون شريكة في المؤتمر الإسلامي فقط إذا اعترفت بحق إسرائيل في الوجود في ألمانيا ترحيل جماعي قريبا. تريد وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر تقديم إجراءات ملموسة لعمليات ترحيل أكثر فعالية هذا الأسبوع. علامة اقتباس: سأقدم رزمتنا التشريعية الشاملة من أجل عودة أكثر وأسرع إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء. وقالت فيزر لصحيفة راينيش بويست: أي شخص ليس له الحق في البقاء في ألمانيا يجب أن يغادر بلدنا مرة أخرى، ويشمل ذلك أيضا طرد وترحيل المجرمين والمجرمين الخطيرين بشكل أكثر اتساقا وسرعة. وفي الوقت نفسه، سيستمر التفاوض على الاتفاقيات بشكل مكثف للغاية مع البلدان الأصلية حتى تتمكن بالفعل من استعادة مواطنيها. غادرت سارة فاغنيكنخت اليسار وتريد تأسيس حزبها الخاص مع فريق صغير من الحلفاء في عام 2024، ويريد العديد من السياسيين اليساريين أن يحذوا حذوها. فمن المرجح أن يفقد اليسار مكانته ككتلة برلمانية في البوندستاغ. وكانت هناك تكهنات حول هذا الأمر لفترة طويلة، ولكن الآن أكدت ساهرا فاغنيكنخت أنها ستترك اليسار وتريد تأسيس حزب جديد. وفي برلين قدمت مشروعها تحالف الصحراء فاغنيكنشت BSW، الذي يهدف إلى إطلاق حزب جديد مع بداية العام المقبل، الذي سيترشح بعد ذلك لأول مرة في الانتخابات الأوروبية في عام 2024. بالإضافة إلى فاغنيكنشت، هناك 9 أعضاء آخرين في البوندستاغ تركوا الحزب، ولهذا السبب من المرجح أن يفقد اليسار مكانته ككتلة برلمانية. وتضم مجموعة البوندستاغ البرلمانية حاليا 38 عضوا. إذا كان هناك عضوان أقل في البرلمان، فلن يتم تلبية الحد الأدنى الحالي للمجموعة البرلمانية في البوندستاغ. وقال المستشار شوالتس لصحيفة شبيجل أن الحد من الهجرة لا يجعلنا غير إنسانيين، ودعا إلى عمليات الترحيل على نطاق واسع. أن الهجرة غير المحدودة تعرض دولة الرفاهة الاجتماعية للخطر. في مقابلة مع شبيجل، أصبح المستشار أولاف شولتز الآن واضحا تماما بشأن المشكلة. وقال السياسي من الحزب الاشتراكي للديمقراطي للمجلة الإخبارية:
علينا أخيرا ترحيل أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في المنيا على نطاق واسع. يجب على أي شخص لا يمكنه الاعتماد على أسباب الحماية وليس لديه أي احتمال للبقاء أن يغادر. علينا أن نقوم بترحيل المزيد وبشكل أسرع.